يا مساء الفل. حكايتنا النهاردة مكان ريحته بخور وعنبر وصوت دندنة النحاس فيه بتغني مع صوت الأذان في الحسين. المكان اللي زاره الملوك والأمراء وكتب عنه نجيب محفوظ في أجمل رواياته. هاتوا كوباية الشاي وتعالوا نعيش في زقاق التاريخ ونعرف قصة خان الخليلي. ومين خليلي ده أصلا؟ ياه، مجمعنا عالطبلية وريحة زمان الفهية، أصل المثل وقصة أكلة وحكمة مصرية عافية، بين حارة وسكة وبيت قديم بنصون تراثنا العظيم. ومع شيرين هنحكي عن بكرة والقديم، حكايات مصرية مننا ولينا ومكملة فينا. الحكاية بدأت سنة 1382 ميلاديا، أيام المماليك يعني. كان في أمير اسمه جهركس الخليلي، وده كان أمير أخور، يعني مسؤول عن خيول سلطان برقوق. والأمير ده قرر إن هو يبني خان، وخان يعني فندق صغير للتجار أو استراحة للقوافل. الغريب إن الخليلي بنى الخان ده فوق أنقاض تربة الزعفران اللي كانت مدافن خلفاء الفاطميين، وبنى فندق كبير للتجار اللي جايين من كل حتة في العالم، ومعاهم الحرير وتوابل وبخور. ومع الوقت الخان ده ما بقاش فندق وبس، بقى أكبر مركز تجاري في الشرق الأوسط، لدرجة إن السلطان صور الغوري هدم الخان القديم وبناه من أول وجديد بشكل أفخم وأكبر وليه بوابات كتيرة. وده الموجود دلوقتي اللي احنا بنشوفه دلوقتي في خان الخليلي. خان الخليلي ما كانش بس للبيع والشراء، ده كان ملتقى المثقفين، وأشهر حتة فيه كانت قهوة الفيشاوي اللي عمرها دلوقتي أكبر من 200 سنة. كان بيقعد عليها الأديب العالمي نجيب محفوظ، وكان بيقعد هناك وبيكتب رواياته للفة العالم، وخلى كمان اسم خان الخليلي اللي في العالم. قولولي بقى، ايه أكتر حاجة تحبوا تشتروها لما تروحوا خان الخليلي؟ ومين فيكم اللي قعد في قهوة الفيشاوي؟ مستنية التعليقات في الكومنتات. وخلصت كوباية الشاي وخلصت معاها حكايتنا النهاردة، بس حكايات مصرية مع شيرين لسه فيها كتير. استنوا الحكاية اللي جاية. حفظ الله.